بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله توكلنا. حلقة جديدة يا جماعة. النهاردة كارثة وفضيحة بكل ما تعنيه الكلمة. الأهلي يخرج من كأس مصر بخسارة من المصرية للاتصالات وفي الإكسترا تايم. أنت متخيل العنوان؟ الأهلي يخسر من مصرية للاتصالات اللي هو في الدرجة الثانية في الإكسترا تايم أصلا، اللي هو يعني أنا كمان وصلت مع النادي ده المصريه للاتصالات اللي هو درجه تانية، وصلت معاه الاكسترا تايم وكان ممكن اروح ضربات جزاء. انت متخيل؟ فطبعا النهارده النادي الاهلي، ايه اللي انا شفته ده؟ ايه الاداء ده؟ بص، انا عايز اقول لكم على حاجه، وكلامي هنا موجه الى تروب المدير الفني وللكابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن وليد صلاح الدين والاستاذ ياسين منصور. يا جماعه الفريق التاني بتاع النادي الاهلي ده يتغير كاملا. مش هستثني اسامي باللي انا شفته ده. وبعدين انت النهارده بص على الاسامي كده معايا. سيحه ده لاعب كبير. عندك اشرف داري لاعب دولي المفروض في منتخب المغرب. عمر كمال عبد الواحد ما هواش ناشئ. ياسين مرعي العيش اللي نزل. مين كوكا، حسين الشحات، محمد شريف، جراديشار. فاللي هو انت يعني اللعيبه كلها المفروض ان ده الاحتياطي بتاعك اصلا بتاع النادي الاهلي. ما تقوليش بقى ناشئين واشبال، انت كده بتلعب في معاك الاسامي دي اللي احنا عارفينها، دي اللي احنا قلناها، دي بتلعب دكه للفريق الاساسي اللي هم دلوقتي بيلعبوا مع منتخب مصر ومع منتخبات افريقيا اللي هي اللعيبه الدوليه. بس برضو انت النادي الاهلي ما تقوليش اصل اللعيبه مش موجوده، اصل مش عارف ايه، اصل ايه. بص، جماهير الاهلي بتزعل في حاله واحده. ايه هي الحاله دي؟ انها ما تلاقيش منك روح واحساس بقيمه تيشيرت النادي الاهلي. هنا جماهير الاهلي تزعل. هنا الجماهير تقلب عليك ليه؟ لان شافت ان انت مش عامل حساب لتيشيرت النادي الاهلي. لا، ده تيشيرت النادي الاهلي. العب باشبال، العب بناشئين، العب باحتياطيين النادي الاهلي. اعمل اللي عليا لاخر دقيقه. لكن اللي انا شفته ده، لا معلش، احنا محتاجين صفقات سوبر. انا مش عايز اقول لكم ان المصريه للاتصالات عندهم المهاجم النيجيري ده تقريبا اللي هو كان اسمه كوكي ده. كان مبهدل الاهلي. كان بصوا بيجري وبيعمل كل حاجه في دفاعات النادي الاهلي. اما نزل مصطفى فوزي واحرز الهدفين بتوع المصريه للاتصالات، ده اصلا كان بيلعب في النادي الاهلي والنادي الاهلي سابه. فيعني يا جماعه احنا محتاجين تقييم، محتاجين اللعيبه دي تفوق، محتاجين درس ودش سخن للعيبه اللي احنا شفناها النهارده دي. ولكن اللي انا شفته ده، دي لعيبه لا تصلح لارتداء قميص النادي الاهلي اطلاقا. باللي انا شفته ده ما ينفعش، لازم وقفه. ما تفتكرش ان جماهير الاهلي احنا مركزين مع افريقيا ومنتخب مصر وناسيين الاهلي. باشا، الاهلي لو بيلعب ماتش ودي في جماهير بتتفرج عليك، لان انت الاهلي. لعيبه الاهلي لو مش عارفه الكلمتين دول او الجمله دي، انا النادي الاهلي في اي وقت بلعب ماتش في ناس بتتفرج عليا، في جماهير الاهلي مش بينسى فريقه نهائي. جماهير الاهلي بتبقى مستنيه وبتتفرج على الماتش. فاللي احنا شفناه النهارده من لعيبه النادي الاهلي مش فارق معاهم خالص. وايه محمد شكري ده؟ إيه اللي انا شفته ده النهارده يعني؟ لا، ده احنا محتاجين فرقه كامله. سيبك من اللعيبه الدوليه، الاحتياطي للعيبه الدوليه لازم يكون جامد. انا معرض لا قدر الله ان لاعب يتصاب، يحصل اي حاجه، موقوف، طرد، فالاحتياطي بتاعي هو اللي بيشيلني، هو اللي بيلحقني، هو اللي بيدوس. فبالمنظر ده احنا ما عندناش دكه ولا عندنا احتياطي. يعني يمكن شويه لما نزل ابراهيم الاسواني وابراهيم عادل وحمزه عبد الكريم، مع ان برضو حمزه عبد الكريم يعني هو 17 سنه وسنه صغير، ومنزله في وقت صعب ومطالب ان انت شايل حمل الاهلي والمفروض تجيب اجوان وتكسب الاهلي. الموقف صعب على حمزه عبد الكريم، ولكن يا حمزه انت المفروض برشلونه عايزاك، زي ما احنا ما قلنا وزي ما سمعنا في الاعلام.
فانت برشلونه عايزاك، مش قادر تتحمل شويه ضغط يا حمزه. طب في ماتش غزل المحله قلنا ارضيه الملعب مش مظبوطه، فايه عذرا يا جماعه، حمزه عبد الكريم لاعب صغير وخايف على رجله من الاصابه. طب النهارده في استاد السلام النجيله كويسه والملعب كويس، ففين حمزه عبد الكريم؟ فين حمزه عبد الكريم اللي برشلونه عايزاه والسيتي عايزاه؟ فين؟ انا مش بقلل من حد، بس الفكره كلها انا ما شفتش اداء. انا طالع اتكلم لاني ما شفتش اصلا اداء. انا شفت باصات غلط، انا شفت اللعيبه سرحانه. ياسين مرعي بيباص الكره غلط. هو انت نسيت الكره؟ ياسين مرعي انت بتلعب معانا اساسي اصلا. احنا بنقول ان المفروض كابتن حسام حسن كان ياخد ياسين مرعي وحسين الشحات، فنلاقي ياسين مرعي بيلعب بالشكل ده. الاقي حسين الشحات بيلعب كانه سلو موشن، اللي هو بيلعب يلا خد الكوره يلا مش عارف ايه. يا جماعه احنا النادي الاهلي، فلازم وقفه. كابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن محمود الخطيب، الاستاذ ياسين منصور، صفقات باسرع وقت ممكن، وصفقات مش عاديه. اما الاقي المصرية للاتصالات زي ما لسه ما قايل لك عندهم لعيبه محترفه بالاداء ده، والنادي الاهلي ما عندوش اللعيبه دي، يبقى عيب قوي. عيب قوي يا اخوانا، عيب قوي بجد. لازم اتصرف واجيب بسرعه دكه تشيل الفريق الاساسي، لاننا النادي الاهلي. طب دلوقتي النادي الاهلي عنده ايه؟ ما عندوش غير بطولتين، الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا. انت الله اكبر، انت خرجت من كل حاجه. كاس مصر كده خرجنا منه، كاس الرابطه هنخرج منه برضو، فانت ما فيش كده غير الدوري المصري ودوري ابطال افريقيا. فبالتشكيل الاساسي بالدكه اللي احنا شفناها دي مش هتقدر تساعدك مع الفريق الاساسي في حاله لا قدر الله وجود اصابات، عايز تريح، عايز تعمل تدوير. باللي انا شفته ده لا، لازم وقفه قويه. مفيش حاجه اسمها انك تستهتر بمباراه، مفيش حاجه اسمها مش مهم كاس مصر، اصل عايزين ناخد اجازه، اصل كوكا طالب 2 مليون و3 مليون وجددوا لي وانا عايز ابقى زي الفئه الاولى. يا عم فئه اولى مين؟ فئه اولى مين؟ العب وادي برجوله، والنادي الاهلي هو بنفسه اللي هيكلمك ويقول لك تعالى نجدد عقدنا مع بعض. لكن انك ما تلعبش وتقول لي اصل انا عايز ومش عارف ايه واصل جاي لي عرض من الخليج وجاي لي عرض مش عارف من اوروبا ومن تركيا باشا هات العرض والف مليون سلامه، ربنا يكرمك. طالما انت هتلعب معايا وتفكيرك في الفلوس والعروض، يا باشا روح المكان اللي انت تحبه وربنا يوفقك يا سيدي، ربنا يوفقك. ولكن انك تلعب مع النادي الاهلي وتطلب فلوس كتيره باللي انا شفته النهارده ده، لا، ده انتم المفروض يتخصم، مش تزيدوا فلوس، المفروض يتخصم فلوس من اللعيبه دي. فعموما دي كده حلقتنا، ودي كده مواضيعنا سريعا عن خروج الاهلي من كأس مصر من فريق درجة تانية. طبعا هتقول لي اصل الكاس فيه مفاجآت ومش عارف ايه. يا حبيبي انا ما عنديش مشكلة، المفاجآت موجودة، موجودة، وارد ان اخسر، وارد ان اخسر. هو انا بقول لك انا متضايق ان انا خسرت؟ انا متضايق ان انا ما شفتش اداء، انا متضايق ان ما حسيتش بروح، ما حسيتش بغل. حسيته لما نزلوا اللعيبه الشباب، اما لقيت ابراهيم الاسيوطي وابراهيم عادل وحسيت انهم بداوا يجروا، بداوا عايزين يعملوا حاجه، لكن ما حسيتهاش من اللعيبه الكبار، فدي كارثه. فعموما ما تنساش يا صديقي تعمل لايك وتشترك في القناه وتصلي على النبي. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال، وشكرا ليكم، سلام عليكم.